احلى بسكوت ممكن تعمليه ببيضتين وكوبايتين بس من الدقيق، هتعملي احلى بسكوت زي البيمبو كده واحلى كمان. بسكوت مقرمش وفي دقايق تحضير. يلا كده نقول بسم الله، وبجيب بوله وبحط فيها بيضتين ونص كوبايه من السكر وكمان فانيليا علشان الزفوره بتاعه البيض. هضرب المكونات عندي بالمضرب الكهربائي او في الخلاط لحد ما القوام يبقى عندي فاتح، والسكر اتاكد ان هو داب تماما. بعد كده ببتدي كده ان انا باضيف بقى المادة الدهنية. جبت هنا كوباية سمنة على زبدة، ممكن سمنة بس أو زيت على سمنة، بس أنا خلطت ما بين السمنة والزبدة عشان البسكوت هتفضل مقرمشة. بعد كده ببتدي إن أضربهم تاني، وبعد كده هيبقى القوام يبقى فاتح وتقيل كده. بضيف بقى المواد الجافة، بضيف كوبايتين ونص من الدقيق بالشكل ده. بضيف الأول كوبايتين وأعجنهم، وبضيف كمان معلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر ورشة من الملح وبعجنهم. احتجت كمان تقريبا ربع كوباية، أو يعني يعتبر ربع كوباية وشوية. يبقى حط جنبي كده نص كوباية من الدقيق على حسب بقى ما الدقيق ما يلم معاكي. بعجنهم بس على ايدي لحد ما الدقيق يختفى، وبعد كده ببتدي ان انا افرد العجينه ما بين كيسين تلاجة بالشكل ده، بالسمك اللي انتوا شايفينه ده، وباي قطاعه حتى لو بغطا برطمان عندك او ازازه. بتبتدي ان انت تقطعيها بالشكل اللي انت حباه. برص عندي بسكوت بقى في الصاج بدون اي ماده دهنيه، وادخله في درجه حراره 180 على الرف الاوسط. بيقعد معايا من تلت ساعه لربع ساعه، وبيطلع بالقمر ده، لونه ذهبي ومقرمش وما بياخدش دقايق تحضير. بخلص كل الكميه، ودي الكميه اللي طلعت معايا بكوبايتين بس من كوبايتين ونص من الدقيق. باخلّص كل الكمية، وبعد كده بابتدي إن أنا بقى أغطّي البسكوت أو أعمل جناش بقى للبسكوت بتاعي. جِبت شوكولاتة دارك أو حليب على حسب الموجود عندِك، باسيّحها مع معلقتين من الزيت في حمّام مَيّة أو ميكروويف، وابتدي إن أنا أغطّي البسكوت بعد ما أحشيه كده بالشوكولاتة بنفس الشوكولاتة اللي أنا باغطّيه بيها، وبارُصّه على كيس تلاجة وبتحطّه في التلاجة عندي عشان يشد معايا الشوكولاتة، وهتدّيني كمية حلوة أوي من كوبايتين ونُص بس من الدقيق وبيضتين. هتعملي أحلى بسكوت الlunch box للرحلات، للفطار. بجد خطير وطعمه حلو جدًا. إحنا محتاجين نعمل الوصفات السريعة في وقت المدارس. يالّا جرّبوا الوصفة دي هتعجبكم. دي كل الكمية بعد أمّا خلّصت الحشو بتاعها حطيتها في التلاجة، شدِّت معايا شوية الشوكولاتة، وبعد كده ابتديت إن أنا أعمل خطوط بنفس الشوكولاتة بالشكل ده، وبعد كده باقدّمها خطيرة، والبسكوتة من جوّه مقرمشة وطعمها خطير. جرّبوا الوصفة دي هتعجبكم جدًا. يا رب النهارده تكون الوصفة عجبتكم، هتوحشوني